انا فتحت الموبايل، انا عايز حد بيتشقلب في الهواء، وكتبت على جوجل كده هيطلع لي بريدفاست. في بيزنسز بتكبر كبر كده مش طبيعي زي بريدفاست، بدا بابلكيشن وبيعمل عيش، النهارده بيتشقلب في الهواء. ازاي ده بيحصل؟ 4 حاجات احنا لازم نبص عليها، واللي مش فاهم الطرق ال4 دول هيبقى عنده مشكله بقى ان هو عايز يزق البيزنس ومش عارف يزق البيزنس. اول حاجه البرودكت والسوق، السوق القديم والسوق الجديد. واتكلم على البرودكت والماركت. هتكلم على اول حاجه اسمها الماركت بنتريشن. ماركت بنتريشن دي يعني ايه؟ يعني منتج موجود، سوق موجود، والهدف تزود حصتك من السوق. ده مش ماركتنج بس، ده تحسين التشغيل، تحسين التسعير، كل العناصر اللي تخليك تاخد شير اكبر من نفس السوق. الماركت بنتريشن حصل فين في بريدفاست لما جه يبدا؟ الكرواسون موجود والفطار كل الناس عارفاه. الماركت بنتريشن هنا ان كل الناس كانت ساعتها بتشتغل على طلبات توصيل لكل حاجه واي حاجه. الراجل ده جه قال لك صباح الفل، انا مش عايز اوصل بس غير الكرواسون الصبح، وعندي حته زياده ان انا هوصله لك طازه. تاني حته بقى هي البرودكت ديفلوبمنت، هو ان انا عندي برودكت اللي هو الكرواسون والفينو والفطار بتاع الصبح، بس انا هطور فيه، هو نفس السوق بس هقدم له منتجات جديده. ايه رايك لو خدت ساندوتش؟ ايه رايك لو انا اللي عملت لك الساندوتش؟ ايه رايك لو انا جبت لك معاه كوفي؟ فانا هو نفس الكلاينت بتاعي بس خدت تيكت سايز فلوس اكتر منه. يعني بدل ما انا بقدم خدمه واحده، انا بقيت اقدم خدمه و2 3 4 جنبها صحابها. وثالث حاجه بقى ان انا اطور الماركت نفسه، اسمه ماركت ديفلوبمنت. ازاي؟ هو نفس المنتج بس سوق جديد. ده مش اعلان، ده قرار بيبني بيزنس، تفتح فروع، تتوسع جغرافي، تتوسع لسيجمنت مختلفه. طب بريدفاست هنا عمل في الحاله دي ايه؟ عمل توصيل اي حاجه بقى. ما انا قدرت اجيب لك الفينو وهو سخن، وقدرت اعمل سندوتشات، واقدر اجيب لك كمان حاجات من السوبر ماركت. يعني علبه الصلصه اللي انا بدل ما اشتريها لك من السوبر ماركت، ده انا هصنع الصلصه وهعبيها وهسميها صلصه بريدفاست. فخدت سيجمنت مختلف، خدت توزيع جغرافي مختلف. سلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اكتب لي كومنتس هنا، وهتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.